السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض القراميش او المنين. هنعمل قراميش بالعجوة وهنعمل قراميش سادة. معايا هنا كيلو من الدقيق. انا نخلة الدقيق ده قبل ما ابدأ. وبعدين معايا كيس خميرة، كيس بيكنج باودر، ونص كيلو سمنة، ومعلقة سكر، وربع معلقة ملح صغيرة، وثلاث معالق سمسم، وكيلو من اللبن، ومدفية اللبن. هحط الكيس الخميرة في بولة وعليه معلقة السكر وشوية لبن دافيين. لازم يكون اللبن دافي مش سخن عشان ما يبوظش الخميرة. احط عليهم شوية لبن واقلبهم في بعض واركنهم على جنب لحد ما احضر العجينة معاه. هحط هنا الكيس البيكنج باودر على الدقيق، وربع معلقة الملح، وثلاث معالق سمسم. حابة تحط السمسم براحتك، مش حابة براحتك، بس هو بيخلي العجينة ريحة يعني وبيبقى طعمها حلو. وهحط نص كيلو سمنة. السمنة دي دافية ماهيش سخنة. هعجن بقى السمن بالدقيق، افضل اغلفهم مع بعض كويس لغاية ما يبقوا زي حبات الرمل كده، زي عجينة الكحك بالظبط. تبس الدقيق بالسمن عشان تبقى العجينة ناعمة وطرية وتبقى ريحتها زي الكحك بالظبط. نبسها كويس لغاية ما الدقيق يختفي. هنا بوريكم ان الدقيق والسمن اتغلفوا في بعض. هبدأ بقى احط اللبن بالراحة واحدة واحدة، عشان في دقيق بيحب المكونات السايلة، وفي دقيق ما بياخدش مكونات سايلة كتير. وهنا هحط الخميرة واعجنهم بقى، واحط اللبن واحدة واحدة. متحاوليش برضو تعجني فيها كتير عشان ما تعملش عرق مني، يعني لغاية ما تتظبط كده مع بعضها، تحس ان هي تحت ايدك بقت ناعمة وحلوة كده. هنا بوريكم العجينة ناجحة وحلوة، ما بتفتحش وانا بفردها. هحط عليها كيس واحطها نص ساعة تخمر، عشان احنا في الساعة وانا حاطة عليها كيس بيكنج باودر وخميرة، فهتخمر على طول ان شاء الله. ومعايا هنا نص كيلو عجوة، هحطها في الحلة اللي كنت عاملة فيها السمنة وهعجنها بمعلقتين سمنة بلدي. عندك سمنة بلدي حطي، مش عندك براحتك، حط اي سمنة، بس السمنة البلدي بتخليها ريحة حلوة. هعجنهم مع بعض كويس بالسمنة عشان اشكل العجوة برضو على ما العجين يختمر. نفضل نعجن فيها كويس عشان تبقى طرية كده، العجوة معانا طرية وتتشكل معانا بسرعة. هنا خلصتها، هاخد بقى حتة بحتة واشكلها بقى. هنا معايا مناديل من اللي هي بتاعة المطبخ، هحطها على فيها وافردها بالنشابة كده. النشابة بتسهل معايا الفرد. بتفردها معايا بسهولة. هركنها بقى على جنب واجيب العجينة. العجينة كده اختمرت اهي. ههبطها وابدأ اخد حتة بحتة عشان اشكلها.
ده اول قطعة معايا، هنشكلها بقى المنين اللي هو زي الرول كده. العجينة طرية مش محتاجة نشابة، بس انا قلت عشان تنجز معايا يعني. افردها مستطيل او مربع على قد العجوة اللي انا فرداها. هنا بقى بفرد العجوة مع العجينة عشان تمسك في بعضها، ما تقعش وانا بقطعها، ما تتفتفتش وانا بقطعها، لازم نبطط العجوة بالعجينة. وهنا قطعتها اهو، هتحط عليها سمسم، تبقى زي اللي انت شارياها من الفرن بالظبط، وحاجة نظيفة ومعمولة في البيت. وبكيلو دقيق هنعمل اكتر من 2 كيلو قراميش. وانت عارفين بقى الحاجة غليت والكيلو بقى بكام الوقت. والصاج مش دهنة اي مادة دهنية، هي مش هتلزق ولا يجرى لها اي حاجة، هتطلع بسهولة. وهنا الباقي برضو هلفه عشان هنعمل شكل تاني برضو بالعجوة، اللي هي القراميش الطويلة، بس مش هنبقى فاردين العجوة كده، انا عاملاها صوابع كده وهحطها في العجين. نبدأ نقطع دي زي الاولانية، وجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. حاجات كلها سهلة وبتتعمل في البيت بأقل حاجة. هنا هنسيبها بقى تختمر شوية على ما اشكل بقية العجين. هنا ده الشكل التاني اللي هعمله بصوابع العجوة، يا دوب بس هنلف على قد الصابع، مش هنعملها رول زي الاولانية. لا، هنحط صوابع العجوة نرصها كده وهنقطع على قدها بالظبط. دي اللي هي الطويلة بس مش طويلة قوي يعني. هنا دي الصوابع العجوة، انا شكلت الصابع دي بس ما صورتهاش وانا بشكلها. نحط العجينة بس على قدها، ما بنلفش زي الشكل الاولاني اللي احنا كنا عاملينه. هنقطع بقى بالسكينة، نظبطها بقى، نقفلها حلو عشان ما تفتحش برضو وهي بتستوى وتخمر لسه، ما تفتحش مننا. شكليها بقى زي ما انت عايزه. انا برضو هنحطها في الصاج، برضو مش دهنة الصاج اي مادة دهنية. بكيلو دقيق بسم الله ما شاء الله عملنا كذا شكل، وحاجة نظيفة ومضمونة في البيت. دي برضو هنعملها نفس الشكل الاولاني اللي احنا عاملينه كده، يا دوب برضو هنعملها على قد الصباع العجوة اللي احنا عاملينه، بس ما بنبرمهاش جامد. ولازم بعد ما نقطعها كده نسيبها تختمر تاني، يعني ما بنروحش نسويها على طول.
انا هنا بقى بقطع بقى، واحد صباع يجي طويل، واحد يجي قصير، اصل دي حاجة للبيت يعني، مش هروح ابيعها ولا اعملها. هنا بقى اركنها في جنب تختمر تاني، على ما اعمل رميش بقى اللي هي السادة من غير عجوة. بفردها كده وبرجع اقصها بالسكينة واسويها، عشان ما تبقى كلها مظبوطة. واللي في العجين ده سمسم اللي انا حطيته في العجين. هنا بقى بشكل القراميش السادة بالسكينة. ما تفكريش هي كده عريضة، لا، هي القراميش دي اللي انا عاملاها دي ما بتفردش، هي بتبقى زي ما هي كده بالظبط، نفس الحجم اللي انت مقطعاه. هنا بقى خلصت، هبدأ اعمل واحدة تانية. بسم الله ما شاء الله، كيلو دي عمل معايا كتير. ده كده بكمل بقى القراميش السادة، بسويها عشان تبقى مظبوطة. الكيلو ده عمل صاجين قراميش سادة واتنين بالعجو. هنبدأ بقى واحنا بنسويه، نسوي اللي احنا عملناه الأول عشان ده اختمر معانا، ونسيب الأخير ده لآخر حاجة خالص. على ما نسوي الأولاني هيكون بدأ يختمر كده، هروح احطه في الفرن. انا مولعة الفرن من قبلها يسخن على درجة حرارة 200. هنا ده شكله بعد ما طلع. وده اللي هو السادة. ودي اللي هي القراميش الطويلة. وده كده خلصنا. جربوه، والله العظيم حاجة جميلة ونضيفة. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وزر الجرس وتصلوا على النبي في كومنت، عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ ام احمد.